جاكي كان على وشك يقع من مبنى ارتفاعه 100 متر، وفي اللحظة الحاسمة عمل لفة خلفية في الهواء 720 درجة. بعدها مسك الأنبوب اللي في الحيطة بدقة رهيبة، وفي ثانية واحدة بقى زي سبايدر مان وبدأ يتسلق لفوق ناحية السطح. لما وصل أخيراً اكتشف إن زميلته نزلت تحت عشان تجمع جثته وهي فاكرة إنه خلاص انتهى. بص لتحت على المبنى وكان شكله مناسب ليه جداً، ومن غير تردد سند بإيديه على الحيطتين اللي على الجنبين وبدأ ينزلق لتحت، وباستخدام كشاف أشار للبنت عشان يفهمها إنه لسه عايش. لكن فجأة حصلت مشكلة. الأنبوب الحديد اللي وراه وقع بشكل مفاجئ. جاكي اتصرف بسرعة وركله بحركة سلسة، لكن للأسف آخر أنبوبة خبطته، اتدوخ ووقع من فوق المبنى. بس الحظ كان معاه لأنه وقع جوه عربية مليانة جير. في نفس الوقت زميلته كانت فاكرة إنه مات، فركبت العربية وقررت ترجع للمقر. بصعوبة جاكي طلع من العربية وفجأة بقى سريع جدا وجرى وراها. البنت اتصدمت من اللي شافته، استغل اللحظة نط بسرعة على الكرسي اللي جنبها ونجح إنه يرجع لزميلته تاني.